السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج، والنهارده معانا فيديو جديد في بطولة ال20,000 دولار في ربع النهائي، بطولة بين نافي أو الكوين ووكر الكلان الياباني المعروف الأول عالميا السنة اللي فاتت في لعبة كلاش اوف كلانس التاون هول 14 في بطولة المليون دولار. والنهارده هنشوفه بيقابل فريق جديد اسمه تايم تو ثرو في ربع النهائي بطولة ال20,000 دولار. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت يشجعني ان انا انشر الفيديوهات اكتر. ويلا بينا نشوف اول هجمه لجاكو من كيلان. اضطر ان هو طبعا ينزل بالبطله علشان يضمن النجمه الثانيه. جاكو بيعاني في الهجمه دي وخسر الهيلر بتاعته والملكه بتاعته وخلاص هتموت. يا دوبك يضمن النجمه الثانيه بصعوبه بالغه طبعا، لان زي ما انت شايف البطله عليها ضغط كبير جدا. اضطر ان هو يفعل خاصيتها، وطبعا سم التاون هو يقضي عليها. نزل بالملك علشان ياخد نسبه، لان كده المسح تقريبا مستحيل. زي ما انت شايف الملك لسه بينظف وماشي براحته، لسه قدامه دقيقه كامله ينظف فيها جزء من التصميم. البطله هتعمل له مشكله وتخلي الملك يخش لجوه، فاضطر ان هو يحط واحده من الغضب علشان يقضي على بطلة الخصم ويقضي على شوية دفاعات هنا. السكاتر جمده طبعا علشان هيعمل مشاكل للملك ويقضي عليه بسرعة، وهو عايز ياخد نسبة. لحد دلوقتي واخد 60% ولسه مكمل، تقريبا هياخد 70. تمام، 72%. لسه مكمل الملك بتاعه، لكن الدفاعات هتبقى ضغط كبير عليه. زي ما انت شايف خد 76% وبقاله 28 ثانية. جاكو عمال يعاني في الهجمة دي ومش هيقدر يمسح. وخلينا نخش على تاني هجمة على طول، يلا بينا. تقريبا الهجمة التانية برضو لسه قدامه دفاعات كتير، فمش هيقدر يمسح خالص. فخلينا على طول نخش، جاب 80%. خلينا على طول نخش على الهجمة اللي بعدها. حرب مثيرة زي ما أنت شايف، ومحدش عارف يمسح. زي ما أنت شايف نزل بشوية بالونات علشان ينضف للملكة، ونزل بالملكة الماشية. طبعا الاستراتيجية أنا استخدام السوبر هوج رايدر مع الهوج رايدر العادي. يا ترى يقدر يعمل إيه؟ زي ما أنت شايف نزل بقية الحصار وفتح علشان تقديره على السكاتر اللي هنا، وطبعا كان فيها بالونات، وقدر ياخد السكاتر وكمان يطلع الدعم من الآلة، وهيقدر طبعا يسحب الدعم ده ناحية الملكة ويقضي عليها. حط واحدة غضب للملك علشان يقدر يحافظ عليها، وتقريبًا هيحط واحدة سم علشان يقضي على الدعم، هيحطها فوق راس الملكة طبعًا علشان تقضي له على اللافا دي بكل سهولة. طيب الملك عليها ضغط كبير، فنزل بواحدة minion طبعًا علشان تساعدها في القضاء على اللافا. قدر إن هو يقضي على الدعم بتاع الخصم. نزل واحدة من الأرشر فوق طبعًا علشان تنضف هنا براحتها. واحد من البالونات علشان يسحب له أي فخاخ، وحط واحد من صيادات الأبطال علشان تساعد الملكة. حط 2 علشان يساعدوا الملكة طبعًا، لأن الملك عامل لها مشكلة كبيرة والملكة بتاعته بتعاني، بس قدر يحافظ عليها. بس لازم يحط لها واحد، حط لها فعلًا واحدة غضب. زي ما أنت شايف الملكة المدفعية استأصلتها، المفروض يعمل أي حاجة هنا، ينزّل الجنود علشان يقدر يحافظ على الملكة، وفعّل خاصية الملكة بدري شوية عن الميعاد بتاعها. طيب هو عايز الملكة تخش هنا، نزل بالملك الناحية التانية ناحية المدفعية عشان يقضي عليها، ونزل بالهوج رايدر الآمر في الوضعية الأرضية، ونزل بالبطلة معاهم. وزي ما أنت شايف الآمر بيتّبع الجنود والهوج رايدر داخلين يكتسحوا التصميم. يا ترى هيقدروا يمسحوا زي ما عودونا إن هم يمسحوا التصاميم دي، والّا يعملوا إيه؟ زي ما أنت شايف الملكة هتقدر تاخد له بكل سهولة، حَط القفز في مكان مناسب أوي علشان يقدر إن هو ياخد التاون هول ويحافظ على الملكة. ولكن برضه الملكة عدِّت الناحية التانية، المليس استقصدها واضطر إن هو يجمد المليس عشان يقدر يحافظ على الملكة. لسه معاه كمية جنود من الهوج رايدر، بيوزّع الهوج رايدر العادي على أساس إن هو يديله على الجنود دي. طيب الملكة بتاعته خسرت، خسرها. لسه محافظ على الملك باستخدام خاصية العنقاء. البطلة تقريبًا خسرها وخسر خاصيتها. الآمر راح له ناحية المنليس، بس المنليس قضى عليه وكمان هيقضي على البطلة أهو زي ما أنتم شايفين. وكده الحل في السوبر روج رايدر، وتقريبًا الهجمة مش هتخلص مسح برضه، مش عارف ليه ما حدش عارف يمسح. خلّينا نخش على الهجمة اللي بعدها على طول. زي ما أنتم شايفين المالتي انفيرنو عامل له مشاكل وخد له الهيلارات بتاعة الملكة، والملكة كمان راحت. والبطلة فعل خاصيتها طبعًا وخسرها. الملك قضى عليها، لسه فاضل له التيتان والييتي. وتقريبًا الهجمة دي كمان مش هتخلص مسح، فخلّينا نروح للهجمة اللي بعدها على طول. ما فيش حد عارف يمسح، بس النسبة دلوقتي في صالح time to throw. وجينا لهجمة stars، واحد من أفضل اللاعبين، واللي هيفاجئنا دلوقتي أكيد باللافا والبالونات. طيب خلّينا نشوف stars ناوي يهجم إزاي، ويا ريت يمسح عشان يحسّن من فريقه. زي ما أنت شايف استخدم الزلزال مع البرق علشان يقضي على المليس ومراقب هنا تقريبًا علشان، وبعدين نزل على طول بالملك بتاعه علشان ينضّف للملكة تقريبًا، والّا هو في نيته إيه؟ لأ ده نزل بالملكة من فوق، والملك طبعًا بينضّف هنا. حط آلة قاذفة الجذوع علشان تاخد له، تفتح له التصميم وتاخد له الMulti Inferno اللي هنا طبعًا. تمام، زي ما أنت شايف الملك فعّل خاصيته على طول. الملكة بتنضّف جزء من التصميم، أكيد عايزة تروح ناحية الscatter فبينضّف لها زي ما أنت شايف علشان تاخد له الscatter ده وما يأثّرش على الجنود بتاعته. الآلة يا ترى هتقدر تاخد له الMulti Inferno زي ما هو عايز؟ تقريبًا ما خدتلوش الMulti Inferno زي ما هو عايز، بس الدعم طلع عليه. يا ترى يقدر ياخده بالدعم والّا حتى قدر إن هو ياخده بالدعم؟ حط واحدة سِم علشان يقضي على الجنود هنا بتاعة اللي كانت في قلعة القبيلة، وقدر ياخد المدفعية باستخدام الدعم اللي كان في الآلة، وخد الMulti Inferno كمان. طيب كويس أوي، باستخدام الييتي اللي كان موجود. نزل بالبالونات على طول. بعد ما نزل باللافا ماشي، ما أعرفش ليه لسه ما نزّلش الأمر بتاعه، بس أكيد هينزّله ناحية التاون هول. نزل باللافا والبالونات موزّعها بشكل جراحي كده بشكل كويس. تمام، هيستنى شوية يجمّد التاون هول. الآمر المفروض يروح ورا الجنود علشان يفعّل خاصية الآمر مع واحدة غضب علشان يخرّجهم من سِم التاون هول.
خلص من اي حاجه بتشكل له خطر ما عدا الاسكاتر اللي هنا هو الحاجه الوحيده، فنزل بالبطل على طول علشان يقدر ان هو يمحي هنا، وحط واحده سكريدونات تشتيت للاسكاتر، ولكن برضه ضرب ضربته. فاضل له البطله هي الامل الوحيد ان هي تاخد له الاسكاتر. زي ما انت شايف بيجمد الاسكاتر علشان يقدر ان هو ياخد الاسكاتر ده وما يعملوش مشاكل. البطل لسه بخاصيتها ستارز مسح، لسه قدامه دقيقة كاملة والجنود أكتر من كافيين علشان يمسح. قدر إن هو ياخد السكاتر زي ما أنت شايف ماشي، وقدر إن هو يمسح كل الدفاعات اللي بتشكل خطر ماشي، ولسه مع كمية جنود كافية إن هو يمسح التصميم بكل سهولة. لسه 48 ثانية، ستارز لسه بيفاجئنا في التاون هول 15 ويقدر يمسح بكل سهولة. الهجمة اللي بعديها هو اسمه دوبن تقريبا، أو هنسميه بن يعني، تمام. هيستخدم زي ما أنت شايف استراتيجية عبارة عن 29 من الهوج، ما فيش ولا واحد حتى سوبر هوج، لأ 29 هوج. يا ترى هيقدر يمسح ويفاجئنا والّا لأ؟ مع الملكة الماشية طبعًا وآلة قاذفة الحمم. زي ما أنت شايف هو عايز القاذفة تاخد له المالتي انفيرنو اللي هنا، وتاخد له التاون هول، والآلة والملكة عفوًا تاخد له السكاتر اللي هنا، وشكل الاستراتيجية بتاعته ماشية بشكل كويس. طبعًا بينزّل واحد من البالونات علشان يقدر يطلّع أي إفخاخ على الهيلارات بتاعته. نزل بواحدة غضب علشان زي ما أنت شايف المَلكة بتاعته ماشية بشكل كويس أوي، والآلة كمان بيكفّرها بشكل كويس أوي. نزل بواحدة غضب علشان يقدر يحافظ على المَلكة وخاصيتها لأطول وقت ممكن. اضطر إن هو يجمّد هنا علشان في ضغط كبير جدًا على المَلكة. قاذفة الحمم قايمة بشغل كويس أوي، والمَلِك قايم بشغل كويس أوي، لسه محافظ على قوته، واضطر إن هو يفعّل خاصية المَلِك. خد جزء كبير من التصميم، نزل بواحدة بالونات تلحق المَلِكة، وخفى المَلِكة طبعًا علشان كان عليها ضغط كبير. زي ما أنت شايف الدعم طلع راح ناحية المَلِك. المالتي انفيرنو عامل مشاكل بس المَلِكة هتاخده بكل سهولة. المالتي انفيرنو اللي هنا الآلة هتاخده بكل سهولة، وهتقدر إن هي تاخد له التاون هول. حط واحدة قفز في مكان مناسب جدًا للمَلِكة علشان يقدر إن هو يحافظ على المَلِكة. نزل على طول بالهوجات ونزل بالآمر في الوضعية الأرضية ونزل بالبطل، ولكن الجنود بتاعته اتفرّقت بشكل غريب شوية، تمام. جمّد هنا الماليس عشان عامل له مشاكل، وطبعًا مع البطلة هيقدر ياخد الماليس بكل بسهولة. الجنود برضه اتجمّعت، فعل خاصية الآمر مع واحدة غضب علشان يقضي على المالتي انفيرنو اللي هنا، ولكن برضه الجنود اتجاهلته بشكل غريب، تمام. ولكن راحت له أهي تاني، تمام. هيقدر ياخد المالتي انفيرنو بكل سهولة. ده قضى باستخدام قذيفة الحمم والمَلِكة على التاون هول اللي كان هنا. طبعًا الآلة تقريبًا هيبقى فيها، تمام، في هايتي، تمام. هيقدر يقضي على الملك هنا. زي ما أنت شايف لسه قدامه 58 ثانية. الهوجات اللي كانت معاه اتبخرت، بس معاه جنود تنضيف كتير، ولسه معاه الملكة بتاعته لسه عايشة، الآمر لسه عايش، البطلة ماتت، ما بقالوش تقريبًا دفاعات كتير. قدر إن هو يقضي على الملك، تمام. السكاتر ده بس هو اللي هيعمل له مشكلة، يا ترى هيقدر يمسح والّا لأ؟ زي ما أنت شايف جنود التنضيف خدت له التصميم كله، ولسه قدامه 34 ثانية. الهيلارات بتاعة الملكة ماتت، بس كده معاه تايتن، فالهجمة تخلص مسح، وبين من time to through يمسح بكل سهولة. خلينا نخش على اللي بعدها. وبكده كازوما المعتاد يا دوبك ياخد التاون هول باستخدام واحدة إخفاء مع البطلة تقريبًا علشان يقدر ياخد التاون هول ويضمن لفريقه النجمة التانية وما يقدرش يمسح التصميم. كازوما ده لعيب غريب، يمسح شوية وما يمسحش شوية. طيب خلينا نخش على الهجمة اللي بعدها لكلان تايم تو ثرو. طيب زي ما أنتم شايفين بونكي ضد يوتا، نزل على طول بآلة الحصار تقريبًا علشان عايزها توصل فين بالضبط، تاخد له السكاتر ده. أيوه فعلًا عايزها تاخد له السكاتر. هيقضي على السكاتر ده والّا لأ؟ زي ما أنت شايف الدعم طلع على الجنود بتاعته في minion خارق، ولكن الملكة تقدر تاخد الدعم ده بكل سهولة. طبعًا ماشي. زي ما أنت شايف نزل بشوية بالونات هنا علشان يخلص من برج الساحر ده. يا ترى هو خطته إيه بالضبط؟ تمام. طبعًا هو بيهجم باستراتيجية عبارة عن سوبر هوج رايدر اللي بقى مسيطر في التاون هول 15 بشكل كبير من أول ما طلع. طبعًا دلوقتي ما حدش بيهجم في التاون هول 15 غير السوبر هوج رايدر واللافا والبالونات. طيب المَلِكة قايمة بشغل كويس أوي. زي ما أنت شايف حَط واحد تقريبًا مفجر صورة عشان عايز المَلِكة بتاعته تخش للtown hall وتقضي على الtown hall بكل سهولة، تمام أوي. المَلِكة لسه ماشية، حَط لها واحدة غضب علشان يحافظ عليها لأطول وقت ممكن، تمام. ماشي. حَط واحدة صيادة أبطال علشان يقدر يقضي على المَلِكة، وحَط واحد من البالونات علشان يطلّع أي فخاخ على الهيلارات بتاعته ويحافظ عليها. المَلِكة عليها ضغط كبير، يا ترى هتقدر تاخد الtown hall؟ طبعًا حتى المدفعية ما سابتش المَلِكة بتاعته في حالها، لأ ده بدأت إن هي تضرب فيها. زي ما أنت شايف فعلًا نزل بالسوبر هوج رايدر عشان يقدر يحافظ على المَلِكة بتاعته. حَط واحدة إخفاء طبعًا عشان المدفعية. سوبر هوج رايدر نزل والمَلِك نزل على يمين التصميم فوق علشان يخلّي السوبر هوج رايدر يخش منتصف التصميم. خد بالمَلِكة الtown hall بكل سهولة، فعل خاصية الآمر علشان يحافظ على الجنود بتاعته. زي ما أنت شايف البطلة هتاخد له المالتي انفيرنو والجنود هتاخد له المدفعية بكل سهولة. جمد المالتي انفيرنو ده، ويا ترى الجنود اتجاهلته برضه وراحت بعيد عنه. الملك فعل خاصيته هيدل على جزء من التصميم، اضطر ان هو يجمد المالتي انفيرنو ده. السوبر هوج رايدر رايح في اتجاه المالتي انفيرنو، يا ترى هيقدر يقضي عليه ولا لا؟ زي ما انتم شايفين دلوقتي المالتي انفيرنو فاضل له ضربه واحده لو الامر ضربه، ولكن الامر برضه غبي. يا ترى يقدر يمسح التصميم ولا لا؟ لسه فاضل له الملكه
جنود كتير أوي بالهيلارات بتاعتها، والجنود بتاعته خسرها، وخاصية البطل طبعًا خسرها، جنود التنضيف بتاعته مش كتير، لسه قدامه 34 ثانية وقدامه جزء كبير من التصميم، ما أعتقدش إن هو يمسح. بس خلّينا نشوف آخر الهجمة، لإن في سكاتر وإكس وأرضي ومالتي إنفيرنو، ولسه فاضل له البطلة بتاع الخصم زي ما أنت شايف. المَلِكة لسه قدامها 20 ثانية، لسه عايشة تمام، اضطر إن هو يفعّل كويس إن هو معاه خاصية أنا ما خدتش بالي، تمام أوي. قدامه الإكسبو دلوقتي مع المالتي إنفيرنو ده، تمام. يا ترى هيعمل إيه؟ ها، 4، 3، 2، على آخر ثانية يقدر يمسح التصميم بتاع يوتا. إيه العظمة دي! خلّينا نخش على الهجمة اللي بعدها على طول. طيب يا شباب نخش على الهجمة اللي بعدها لكلاوس، واحد من أفضل لاعبين كلاش اوف كلانس بالعالم، زيه زي ستارز. لو عايزين نعمل فيديوهات عنه قولوا لي يعني تحت في التعليقات، قولوا لمين، هيقولوا لمين هم، تمام. زي ما أنت شايف برضه بيهجم بالهوج رايدر، زي ما أنت شايف برضه من أول الفيديو ما حدش هجم غير هوج رايدر ولافا وبالونات، ما عدا واحد هجم بالباولر الخارق وبرضه ما قدرش إن هو يمسح التصميم. طيب خلّينا نشوف طبعًا سكيلدونات عايز ياخد الدعم، وتقريبًا خد واحد مالتي انفيرنو هنا ما خدتش بالي تقريبًا. طيب نزل بالآلة علشان ياخد المالتي انفيرنو اللي هنا ويخلص منه. زي ما أنت شايف قدر فعلًا إن هو ياخده باستخدام اليتي وشوية بالونات. نزل بواحد عملاق ورا الملك طبعًا، وزي ما أنت شايف هينزل بواحد سيادة أبطال علشان يقضي على ملك الخصم اللي قصاده، وهيقدر إن هو يقضي عليه بكل سهولة. طيب هيعمل إيه؟ هو معاه ملكة ماشية، لأ نزل بواحد عملاق، ونزل بالملكة مع الحصان الأليف بتاعها علشان يهيّلها. زي ما أنت شايف هو عايز الملكة تروح له في اتجاه السكاتر وتقضي عليه بكل سهولة. طيب الملك زي ما أنت شايف قايم بشغل كويس أوي في التنظيف، وهيخلّي الملكة فعلًا تروح في اتجاه السكاتر ده. زي ما أنت شايف المورتال والساحر بيستقصدوا في الملكة، بس هيقدر يقضي عليهم بكل سهولة. التسلا دي يا ترى المَلِكة هي اللي هتخلّي المَلِكة تروح لبرّه، ولكن هو عامل حسابه طبعًا وفاتح لها السور على أساس إن هي تاخد السكوتر. هيفعّل خاصية المَلِكة وخاصية المَلِك مع واحدة تجميد علشان ياخد الtown hall. نزل بالسوبر هوج رايدر مع البطلة مع الآمر في الوضعية الأرضية، وطبعًا هيستنى شوية وبعدين يفعّل خاصية الآمر علشان يقدر يحافظ على الجنود، بس تخش في منتصف التصميم فعلًا فعّل خاصية الآمر علشان يقدر يحافظ على الجنود وتاخد له المليس وتاخد له المدفعية، ويقدر يقضي باستخدام البطلة على المَلِكة بتاعة الخصم. طيب زي ما أنت شايف نزل بشوية هوج رايدر هنا مع واحدة سكيلدونات للإلهاء علشان يطلّع برضه أي فخاخ زي ما أنت شايف، والice golem انفجر في مكان كويس أوي علشان يحافظ له على الهوجات اللي هنا. المورتال عامل له مشاكل كبيرة، تمام. لسه قدّامه دقيقة كاملة ومعاه لسه شوية جنود كويسين أوي. السكاتر بس هيعمل له مشكلة، هو والمالتي انفيرنو دول لو قضى عليهم هيقدر إن هو يمسح. معاه خاصية البطلة لسه ما استعملهاش، معاه تجميد لسه 2 تجميد، واحدة إخفاء، وكلاوس هيمسح بكل سهولة وأنا متأكد. لسه التجميد والإخفاء زي ما أنت شايف قدر إن هو ياخد المالتي انفيرنو، خد 85% من التصميم، ولسه كمية الجنود وموفّر 2 تجميد وواحدة إخفاء في بطولة على $20,000 في town hall 15. عايز من لعيب زي ده إيه؟ بصراحة أجمد لعيب شُفته. آخر هجمة للtime to throw لدييجو، واللي هيتوقّف عليها النافي هينزل للlower bracket والّا هيصعد نصف النهائي، وكمان الtime to throw، لإن هُم كده متفوقين بنجمة واحدة تقريبًا لو قدر دييجو من time to throw يمسح. زي ما أنت شايف مستخدم برضه 30 من الhog rider. ماشي، زي ما أنت شايف قدر إن هو يقضي على الماليز بكل سهولة، وقدر إن هو ياخد الدعم، تمام. وقدر إن هو ياخد المدفعية بتاعة الخصم، وواحد من الMulti Inferno باستخدام الدعم وآلة الحصار، والملكة هتتولى له أمر الدعم بتاع الخصم، وكمان هتاخد له السكاتر ده، تمام. نزل بالملك على يمين الملكة طبعًا علشان ينضّف للملكة بتاعته، باين عليه لعيب كويس أوي، وهيقدر إن هو يمسح والّا إيه، ويخلّي النافي يروح للlower bracket. بصراحة الكلان ده طلع فيه مواهب كتير أوي الصراحة يعني. زي ما أنت شايف الملكة قدرت إن هي تاخد له السكاتر بكل سهولة، وهتاخد له الإكس والأرض ده. الملك لسه عايش وبينضّف بشكل كويس علشان يخلّي الملكة تروح للtown hall جوّه. زي ما أنت شايف نزل بالونات علشان يسحب أي أفخاخ على الهيلارات بتاعته، تمام. استعمل خاصية الملك ولكن الملك مات. زي ما أنت شايف لسه الملكة عايشة وداخل منتصف التصميم، اضطر إن هو يجمد عشان عليه ضغط. نزل على طول بالبطل مع الجنود بتاعته مع الأمير في الوضعية الأرضية، وجمد هنا السكاتر ده عشان ما يعملوش أي مشاكل. مع واحدة غضب علشان يقدر يحافظ، مش أحلى خاصية، لأ أحلى خاصية أمر يعني جات على جنود كتير، وقدر إن هو ياخد بالملكة التاون هول بكل سهولة. زي ما أنت شايف لسه معاه كمية جنود كبيرة أوي، وقدر إن هو ياخد بس بالملك والملكة والدعم بتاعه جزء كبير جدًا من التصميم. ما بقاش غير المالتي انفيرنو دوّة تقريبًا هيمسح، ومع تجميد أهو لسه معاه واحدة تجميد وواحدة إخفاء، ماشي. ولسه معاه كمية جنود كتير زي ما أنت شايف. الملكة بتاعته لسه عايشة، جمد هنا تاني، وهيمسح التصميم. لسه قدامه 56 ثانية، وهيقدر يمسح التصميم ويخلّي فريقه يصعد لنصف النهائي في بطولة ال20,000$. دييجو من time to throw الكيلان الجديد اللي بيثبت إن هو من أقوى الكيلانات لحد دلوقتي في لعبة Clash of Clans. بس يا ترى هيعمل إيه قصاد Tribe Gaming؟ زي ما أنت شايف موفّر واحدة إخفاء، قدر إن هو يمسح دييجو. طيب، وبكده يكون الفيديو خلص. أتمنى إن هو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ننشر لكم فيديو جديد من ترايب جيمنج والتايم تو ثرو إن شاء الله قريب. وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.